سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم دون زين نوفال فيديو. على بالي طولت عليكم، طالت الغيبه. هاكم على بالكم انشغالات. البنات اللي تبعوني في الانستغرام على بالهم باللي راني نخدم على بروجي جديد. اونغاجيت في بروجي جديد، راني عن قريب راح نقول لكم واش هو البروجي تاعي. دوكا راني نخدم عليه، حبيت نخدم عليه نطور من روحي فيه شويه. ماشي من كوتي تاع الخدمه باسكو الحمد لله، يعني الخدمه نخدمها باتقان. واش هو حبيت شغل نخدم قدام من حاجه باش جوست ما نعلنكم عليه، كي تحبوا تروحوا تشوفوا ولا تلقاو دي موديل بزاف قدام عينيكم تقدروا تشوفوهم وتقدروا تديو افكار من عندي. سي بوغ سا راني مانيش حابه نعلن عليه في الوقت الحالي، مي في الايام القريبه الجايه راني حنعلن لكم عليه. يعني لو ماكسيموم تاعي 15 جوغ قبل ما يخرج رمضان ان شاء الله راح نقول لكم واش هو البروجي تاعي. والانطلاقه البنات تاعنا تاع فيديو تاع اليوم راح تكون من المول تاع قسنطينه. لا نوفال فيل راح نشارك معكم فيها. جوله خفيفه، ما قدرتش نصور لكم بزاف باسكو هذاك النهار اللي رحت فيه انا كان فيه بزاف غاشي، كان الغاشي انسيبورطابل. راكم تشوفوهم دايرين ديكور تاع رمضانيتو. طلعت الفوقه، درت شويه، حبيت نكشف نكسي وليدي. ابخي ما لقيت والو، لي بخي بزاف غاليين تاع اللبسه، ما لقيت والو يعجبني. عاود رجعت، هبطت لتحت على السوبيغات، قلت نقضي للدار ووليدي ساهل. اون فان كونت وين ما كسيتوش من المول، كسيتو من عند بيبي توم في الخروب. عنده باجا في فيسبوك، كتبوا برك بيبي توم تلقاوه. ودركا البنات نبارطاجي معاكم المشتريات اللي كنت شريتهم من سوبيغات تاع الاف تاع المول. والاسعار في السوبرات تاع الاف راهي في متناول الجميع. اللي حب يقضي ولا في يخلص له القضيان ولا ننصحكم بالسوبرات الاف بزاف. اللي بخي فيها تري تري ريزونابل، كلشي ناقص 3000 4000 على برا. وش هو الغاشي بالك دوكا مور ما نكون حطيت لكم لا فيديو يكون نقص الغاشي. مي امنوني باللي قعدت بلي شاريو ساعه غير ربع فلاشان. غاشي حمر فريمون غاشي بزاف. هنايا كنت شريت الصابون تاع الماشينه، شريت المواد التنظيف، المواد واسعه الاستهلاك، الفرomاج ايتو. انا حنخليكم تفرجوا في لا فيديو هاكم راحين تشوفوا بعينيكم تما واش شريت هنايا. وتاني انا حندخل معكم في واحد السوجي هكا. على واحد لا فيديو كنتو سقسيتوني عليها، كنت حطيتها ومن بعد وليت نحيتها. ماشي نحيتها لاسباب شخصيه، ولا نحيتها باسكو لقيت بلي الصوت اللي يكون ورا لا فيديو انا ما نحيتوش في المونتاج. سي بوغ سا نحيت هذيك لا فيديو. سما حبيت نعاود لها المونتاج ونعاود نحطها. كي جيت باش نعاود لها المونتاج لقيت بلي لي فيديو الاخرين راحوا لي. على بها راح نقول لكم عصاره واش حكيت لتما في هذيك لا فيديو، راح نعاود نحكيه لكم هنايا. كنت حكيت لكم على البروجي اللي بديتو جديد هذاك الوقت اللي هو تاع لي كور. انا بهذوك البروجي تاع لي كور شغل درتو طريق باه نوصل للبروجي اللي راني حابه نديرو انايا، اللي راني حنعلنكم عليه في الايام القليله القادمه. قلت لكم لو بروجي تاعي سي اني حكمت دراري صغار بديت ندير لهم لي كور جاست بو هازار. انا ما كنتش خلاص مخمه اني ندير لي كور ولا نقري ولا شغل. كتلاقي يا اخي على بالكم بلي صنا دخلوا لونجلي جديده. تلاقيت وحده جارتي قالت لي مروه انت تعرفي تقراي لونجلي، الا كان تحبي ديري لي كور لبنتي. جاتني ليدي، قررت اني ندير لي كور. الحمد لله نجحت فيها نوعا ما، حكمت بزاف ولاد، بديت نكبر في روحي بشويه وبديت نطور في روحي. وبيان سور انا نحب اني ندير كما قال الله تعالى من عمل عملا فليتقنه. سما نحب نتقن خدمتي، نحب نتعب عليها، نحب نخدم عليها. وهذا هو سر النجاح. اي حاجه ديروها في الدنيا هذه لازمكم تتعبوا عليها، لازمكم تخدموا عليها، لازمكم تسهروا عليها، لازمكم تمدوا لها طاقتكم ووقتكم باش تنجح. يعني حاجه لا كان ديك يديتوها برك محال تنجح. نحبس برك باه نقول لكم باللي هذا الجو ديجا راني حليت منه وحده. هذا الجو كنت شريته 23,000، يعني كان بروموسيون هكا باك مع بعضه 23,000. اللوغو تاعو ابوردابل مليح. قلت لكم باللي بديت في هذاك لو بروجي، بديت نكبر فيه شويه بشويه. كل مره يجيوني ناس، كل مره يجيوني ولاد، هذا يشكرك لهذا، هذا يشكرك لهذا، حتى طوروا من روحكم وتنجحوا بيان سور، تستفادوا نتوما وتفيدوا الناس. قلت لكم كي شفت روحي نجحت منه بديت نسيي اني نوصل للبروجي اللي راني حابته من هذا الزمان.
بديت بشويه كل مره نحي شويه من هذوك الصوارد حتى لميت حق باه نشيل الماتريال. على بالكم بلي دوكا باش ديروا بروجي سي با فاسيل، ما كانش حاجه هكا من دون راس مال ابار المشاريع الصغيره كيما هادو لي كور ولا بصح باه ديري حاجه لي مليحه وسما تستحق انها الماتريال لازمك بزاف صوارد. ما نكذبش عليكم كلشي راه غالي في الجزائر، سيرتو دوكا كيحبسوا لامبورطاسيون الدنيا تخلطت، ما كانش انتاج في الجزائر، لامبورطاسيون تدخل غاليه. شويه الوضع راه متازم، مي معليش حنايا نحاولوا ونسيو دائما ان نحسنوا من روحنا، من نتاخذوا بالاسباب ماشي حنايا اللي نعجزوا رواحنا. واكثر عائق للنجاح هو المماطله، انك تماطلي. شوفو انا كي نجي نخمم نقول علاه ما درتش هادو الحوايج من هذا الزمان، من عندي 7 عامين ملي زوجت وخلاص راحت لي هذاك الطيش تاع الطفوله والمراهقه ويتو. تسمى عندي عامين وانا عندي الفرصه اني نكون واش راني دركا، مالغري مازال ما وصلت لوالو، بصح تحسن وضعي وين كنت وين وليت. قاعده نقول عليها اني ادو عامين وانا راكده على ما درتش هذا كامل من هاد الزمان، بصح المماطله وذاك الخوف ومنها. وحبيت نقولكم باللي انكم تديروا مشروع ماشي برك انكم تحتاجوا دراهم ولا وضعكم المادي سيء ولا ما كنتم ميسوري الحال، ما وضعكم المادي مليح، بصح ما كانش كيما الاحساس هذاك تاع انك عندك حاجه تاعك، عندك بصمتك في الحياه، عندك حاجه قاعده تخدمي عليها، حاجه قاعده تمدي فيها. وبيان سور انك تستقلي ماديا، ماشي تقعدي تسني في الراجل برك هو يعطيك ولا عندكم باب مثلا عندكم ناس قاعدين يعاونوا فيكم تتكلوا على هذوك الناس برك، ولا انك تستقلي ماديا وانه يكون وضعك المادي مستقل. هذا بحد ذاته انجاز يعني في حياتك. سي بور سا لازمنا دائما نسعى. واكثر حاجه تخلي تكون عائق لينا ان ننجحوا هي هذاك التخمام تاع انا دوك كي نبدا نخدم الناس واش يقولوا عليا، الناس واش يقولوا، الناس واش يخموا. انا شوفوا انا من بكري يعني ملي كنت صغيره وهذه الحاجه كل ما قاعده نكبر كل ما قاعده نقنع باللي اني صحيحه وراح نكمل في هذه الطريق. جامي تخموا للناس واش قاعدين يشوفوا، مادامكم قاعدين نمشيو في الطريق بما يرضي الله كما نقولوا حنايا، مادامكم راكم تمشيو في الطريق الصحيحه وما كنتش قاعدين ديروا في حاجه حرام ولا حاجه عيب، باسكو اي حاجه حرام حتكون عيب بيان سور. وحنا في المجتمع الجزائري تاعنا عندنا شويه حوايج عيب وما همش حرام، وحنا واكيد انا ما نشجعش ان نخرجوا على عاداتنا وعلى تقاليدنا الا العادات اللي يكونوا يخلقوا الحريات، العادات اللي يستعبدوا المراه ولا يستعبدوا الناس اون جينيرال. سينو العادات اللي يكونوا ايجابيا وعندهم يمدوا كيما باغ اكزومبل دركا ولينا نشوفوا بلي بزاف كاين حوايج كانوا عيب ويحرموا المراه، دوكا ولاو يقولك نورمال. انا شويه كونت هذه الحاجه باسكو عندنا شويه من العادات والتقاليد تاعنا اللي هما ما همش حرام، بصح شغل كي تجي تخمي هكا شغل في مجتمع راكي عايشه فيه لازمك تمشي مع هذاك المجتمع. كي تخرجي على العاده شويه صعبه. سي بوغ سا لازم كل واحد يتماشى مع المجتمع تاعو، اكيد فيما يرضي الله، وكيكون المجتمع داك ما يستعبدش الناس ولا يخنق حرياتهم ولا. المهم واش هذا هو موضوعنا. حبيت نقول لكم باللي ما تسمعوش للناس باسكو كي طيح بيكم واحد ما راح يجي، مش ما نقولكمش واحد ما راح يجي لكم، بصح الاغلبيه الساحقه ماهيش راح تجي تطبطب عليكم وتقول لكم حاكوا، واحد ما راح يعمر لك القفه كما نقولوا احنا بالعاميه. سي بوغ سا لازمكم دائما تسعوا، لازمكم تحاولوا انكم تحسنوا من روحكم، تحسنوا وضعكم المادي. ودوكا رانا وصلنا لواحد الوقت وين لازمنا كامل نخدموا، لازم كامل رانا شغل عدنا عايشين في الاوروب. يا اخي شفتوا في الاوروب كيف هذه الوضعيه تاع اللي يزيد يبعثوه يخدم هكاك، رانا وصلنا هذاك الوقت. دوكا لازمنا كامل نخدموا باش نضمنوا لرواحنا ولاولادنا حياه كريمه. ودكم وماشي غير المحتاج اللي يخدم، ما يكون وضعك المادي مستقر على جال بصمتك في الحياة وعلى جال لمستك في الحياة. لازمك تخدمي، لازمك يكون عندك مشروعك الخاص، لازمك تتعبي على حياتك باش تقدر انك تنجحي وتنجحي ناس معاك. ماشي الانسان يخدم غير روحه، باسكو كي تخدمي انتي حتخلقي مناصب شغل للناس، مثلا انك تحلي بروجي تاع خياطه ومن بعد تولي ديري توزيع، هذاك الناس اللي تمديله هو يوزع لك وانت تسلكيه ديجا كي حليتي له باب.
وهكذا. والموضوع هذا راهو طويل جدا، والسلسلة هذه راح تكون طويلة جدا. راح حكيت لكم يعني العصارة في هذا لا فيديو، وما زالوا دي فيديو جايين. راح نحكي لكم على المشاريع، على الطرق، افكار للمشاريع، الطريقة اللي تبداي بها. وانا حبيت نشارك معكم هذه الفكرة تاع هذا البلاطو المتنوع، يعني السحور، باش تضمنوا النشاط يوم كامل. انا صراحه راني ضد فكره نبارطاجي طاوله رمضان، نبارطاجي الماكله ايتو، باسكو الله المستعان. يعني كاين ناس فريمون تشوفي عباد راسك يحبس، ما لاقينش حتى واش ياكلوا، ولا باش يفطروا، ولا باش يقوتوا رواحهم. ربي يرزقهم ان شاء الله يا ربي. والحمد لله على النعمه اللي عندنا، مهما كان حجم النعمه اللي عندنا، المهم انه عندنا نعمه الناس راهم يتمنوها، الحمد لله حمدا كثيرا. فوالا البنات، ابخي هنا جيت نبارطاجي معكم هذا التحليه، تجيب بنينه من اروع ما يكون، بنينه بنينه ما تتخيلوش كيف. المكونات هاكم شفتوا واش فيها هنايا في الريسيبيون تاعي. واش حطيت لا شونتي، حطيت مغرف كاكاو، وحطيت مغرف تاع الفلون. انا الفلون تاع الشوكولا في اي وصفه تاع شوكولا، ولا ما نكون ندير في وصفه فاني نحط فلون فاني. المهم الفلون دائما حاضر في الوصفات تاعي. واش ندير، نحكم بدراعي لي من هذا الباتور تاع روبوست، دائما نشكره لكم، هايل هايل. قلت لكم واش ندير، نطلع لا شونتي مع هذيك الكاكاو مع الحليب، من نطلعهم بكونديا شوكو، ماشي الحليب نورمال، كاس تاع كونديا شوكو، كاس ماشي معمر. ونبقى نخلط فيهم مليح مليح حتى نتحصل على القوام هذاك تاع كريمي، ونشوف الحبيبات تاع الكاكاو دابو ولات عندها قوام متجانس. قلت لكم البنات انا نكره نبارطاجي الماكله في رمضان، واش راح ندير باش نفيدكم برك. الهدف تاعي ما تاخذوهاش بعين اني نوري لكم ولا شوفوني، ولا انا الهدف تاعي جست اني نشارك معكم افكار، والله شاهد على ما اقول. يعني هذه هي نيتي، الحمد لله ما عندي حتى نيه واحده اخرى. هنا البنات بعد ما تحصلت على هذا القوام، وجدت لها زوج تاع دانات شوكو. يعطيكم واحد البنه هايله تاني. انا ما نستغناش عليه في الحوايج تاع ما نستغناش عليه في الحوايج تاع الشوكولا. عندي زوج تاع دانات، وعندي تاني شوكولا ماكسون. ماكسون ماشي كشغل، انا هذاك واش كان عندي. مي لكن حبيتو نتوما اوبتيلا يعجبكم لو قودحه ديروا اوبتيلا. لا عندكم النوتيلا خير وخير. المهم واش يكون عندكم استعملوا شوكولا تارتيني. نزيد نحط سما الكميه اللي نتوما تشوفوها مناسبه، واللي تشوفوها كافيه. اكيد كل ما تكثروا كل ما البنه تاعكم رايحه تزيد، وراح تجيكم بنينه اكثر. البنات نبقى نحط في المكونات تاعي. وتاني حبيت نقول لكم البنات باللي للاشاره فقط، باللي لا فيديو الجايه رايحه تكون على التسويق الشبكي. بزاف يجوني عروض في هذا المجال. في الفيديو الجاي راح نحكي لكم بالتفصيل. انتظروني في الفيديو الجاي هكا باش تديو افكار على التسويق الشبكي. نوضح لكم الفكره على انا ما حبيتش ندخل فيه اي توسا. هنايا البنات فوالا هادو هما المكونات اللي كنت حطيتهم، والوصفه اللي حبيتوها مكتوبه تلقاوها في رابط حسابي تاع الانستغرام. نخلي لكم رابط تاع الانستغرام تاعي في اول تعليق، ونكتبه لكم هنايا. روحوا ابونيوني لتما باش نوليو بلو بروش لبعضنا. بعد ما كملت حطيت المكونات تاعي، نزيد ندربهم كامل بالباتر. ابخي انا شفت لا كولور تاعها شويه شهبه، حبيت نزيد لها كاكاو. نتوما حبيتو تكتفيو بلا كولور غادي وعجبتكم كما تحبوا. انا برك زدت لها الكاكاو باش تعطيني شغل كولور اللي تكون شويه رايحه للنوار، هكا باه تجيني برك الشكل تاعها باهي ماشي بني. فوالا البنات هذه هي التحليه تاعي، وهكا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.